يوم جمعة 9/2 الحاويات الزبالة مليانة، ضخ مي ما في، مخيم كوكنايا وضعه مأساوي طاول، لا ترحيل قمامة لا ضخ مي، إذا ما في شمس ما بنشوف المي بثلاث أربع أيام، الجرب نص الخلق إني قطعت الجرب، خيام عم بتساوي مي، عم بتدخل علينا مي بالأرضية ما فتح وزق، وضع المخيم طاول عدم، من سنة لحد الآن ما شفنا شيء، كل اللي جابوه سلة تقلى 15 كيلو، سلة غذاء 15 كيلو، غير هيك ما شفنا شيء. السلام عليكم. نحن مخيم كوكنايا في 9/2 من 9 شهور لهلا ما جانا شيء ابدا. سلمونا سلة وزنها 15 كيلو، سلة حتى كمان ما اخذناها للبيت، اخذناها بعناها رجعنا الدين للناس. نحن مديونين كثير، كله بعناه ورجعنا الدين للناس. القمامي شغله كبيرة، العالم كله هيك الوصف والجوع شغله كبيرة عنا هون. من 9 اشهر لهلا ما شفنا شيء، جتنا سله كلياتها ما حقها 200 300 ليره. كل المخيم مو يعني مو انا بشكل عام، كل المخيم ما في واحد قد كان الا ما عليه كثير دين. نطلب من المنظمات، نطلب من المعنيين بهالشغله يجيبوا لنا شعب مخيم كوكنايا. الله يعطيكم العافيه، بتمنى صوته يوصلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم 9/2/2024. أنا عم بحكي باسمي وباسم المخيم كلياته. وضع المخيم كوكنايا تحت الصفر، يعني مو بالصفر، تحت الصفر. وما نتمنى من منظمات إلى آخره يقربوا علينا، يطلعوا علينا شوي يعني معدومين أبدا. ونتمنى من الجميع يتفضل ويطلع على المخيم ويرقى فيه شوي بس. الله يعطيكم. نازحين مخيم كوكنايا ايواء الزلزال اللي صار 6/2 السنه الماضيه. نحن من سنه تقريبا صار الزلزال وانفتح على المركز يوم 6/2 يوم التنين. بعد ما فتح المركز شفنا مره وحده جاتنا طوالي $100 وبعدها تقريبا متنا، يعني مثل ما كنتم شايفين منظر الزبال يعني، ومنظر انه ما في مي يعني، واطفال انقطعت عن التعليم من سنه كامله ومن اكثر من سنه، لانه احنا المركز مو مدرسي، يعني شيء وضع مأساوي المركز. وعنده معامله الميتين مو معامله الاحياء، يعني مو معقول اطفال مثل ما شايفين هون كلهم مقطوع على المدرسه، يعني شيء 500 600 طفل. لايمة الوضع هذا يعني بدنا نعرف، يعني نحن موادنا مدرسي، موادنا منظمه لترحيل قمامي، منظمه للمي، يعني مطالبنا خفيفه لانه مطالب حق، يعني مو مطالب باطل. يعني نحن رايدين مدرسه لاولادنا، رايدين ترحيل قمامي، رايدين مي، رايدين منظمه يدعم الاهالي بالتدفئه. يعني هاي السنه جت تدفئه 4 اكياس بيرين مكفيني نهارين يوم العاصفه، يعني يوم العاصفه خلصت التدفئه. وجزاكم الله خيرا.